يوسف كان فاكر إن مصر مجرد خريطة في كتاب الدراسات، لكن لما قرب منها أكتر حصل شيء غريب. الخريطة بدأت تتحرك وتفتح قدامه رحلة جوه البلد نفسها، وفجأة ما بقاش بيتفرج على مصر، بقى جواها. أول محطة كانت هنا، القاهرة، مكان ما بينامش، ناس رايحة وناس جاية، قرارات بتتاخد، شغل بيتنظم. القاهرة مش بس عاصمة، دي العقل اللي بيدير حركة بلد كاملة. وبعدها المشهد اتغير تماما. الأرض بقت خضرة والنيل بيتفرع زي الشرايين. هنا الدلتا، المكان اللي الأرض فيه بتشتغل قبل أي حد. من هنا بيجي الأكل والخير اللي بيوصل لكل بيت. الرحلة كملت ناحية الجنوب، المكان هادي لكنه عميق، آثار تحكي عن آلاف السنين، وزراعة وصناعة عايشة لحد النهاردة. الصعيد مش مجرد تاريخ، ده مكان الماضي والحاضر ماشيين فيه جنب بعض. وفجأة ظهر البحر، مواني، سفن، وحركة جاية من كل اتجاه. هنا مصر بتفتح بابها للعالم، تجارة، سفر، وسياحة. المحافظات الساحلية هي الجسر اللي بيربط مصر بغيرها. وبعيد عن الزحمة، في مساحات واسعة هادية، صحراء لكنها مش فاضية، طرق جديدة ومشروعات بتبدأ من الصفر، أماكن بتحمي حدود البلد وفي نفس الوقت بتستعد لمستقبل لسه بيتبني. يوسف وقف وبص للخريطة مرة تانية. دلوقتي فهم الحقيقة، مصر مش مكان واحد، كل محافظة ليها دور، وكل دور بيكمل التاني، زي أجزاء آلة كبيرة، لو جزء وقف الكل يتأثر. ودي كانت الجولة جوه بلد اسمها مصر. اكتب لنا في التعليقات أكتر جزء شدك في الجولة، وما تنساش تعمل إعجاب علشان نكمل نكتشف مع بعض.